اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. وحشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. أنا عارفة ان أنا بقصر معاكم في الفيديوهات الكبيرة، بس والله سامحوني غصب عني، دي لظروفي والله مش اكتر، اقسم بالله. وتليفوني هم الهم الصراحة تتقال، يعني مش عايزة اكذب عليكم، تليفوني بايظ. كل ما باجي اسجل الفيديو بيقوم خارج، ما بلاقيش الفيديو على التليفون. فمشكلة كبيرة عندي برضو على التليفون، مضايقني شوية، بس ان شاء الله هحلها. طبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه على دماغي، واخواتي وعيلتي التانية، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا يا حبايب قلبي. والله العظيم الفيديو ده معمول يوم الجمعة، واحنا النهاردة الاتنين، وقاعدة اقول همنتج الفيديو النهاردة بكرة، النهاردة بكرة، وما بمنتجش الفيديو. فسامحوني غصب عني، ده تأثير مني. فسامحوني، انا اسفة. هنا طبعا بقى ايه، كنا احنا بقى ساعة الصلاة في الوقت اللي انا كنت بصور لكم في ده. قلت بقى ايه، قومي يا بت ولعي حتة فحم كده وشوية بخور بلدي من بتوعنا كده، وابخر الشقة. كنت انا اصلا منضفة الشقة على بيات، ما كانش في عندي حاجة. قلت ايه، هبخر الشقة كده واقعد شوية. وكان عندي هدوم كانت منشورة لميتها وطبقتها، وكان عندي هدوم غسلها نشرتها. ما هو احنا بصوا حياتنا مفيش قدامنا الا كل شوية نغسل هدوم، نلم هدوم، نطبق هدوم، نغسل هدوم، ننشر هدوم. يعني ده حياتنا اي ست مصرية كده عامة يعني. طبعا هنا بقى ايه، هنا الوقت اللي احنا لازم نعمل فيه الفطار. اول حاجة بدأت بيها، كنت انا جايبة كيس فروتو اللي هو البودرة ده، بس بالتفاح. وجبت بقى الشفشق بتاعي، وقمت حاطه السكر، وقمت حاطه كيس الفروتو اللي هو التفاح ده. الاولاد بيحبوه قوي عشانه خفيف، فبيبقى حلو في الصيام. انا عامه بحبه بصراحه، يعني بيبقى خفيف كده على المعده كده، بيبقى حلو في الصيام الصراحه يعني. عن بقى الفواكه والحاجات التانية بتبقى شديدة شوية، وبتبقى تقيلة في نفس الوقت. هنا طبعا جبت بقى المعلقة السيليكون، وقعدت اقلب كده علشان طبعا اعرف اوصل للسكر. فقعدت اقلب زي ما انتوا شايفين كده علشان اوصل للسكر من تحت. فطبعا سبته يحلى مع نفسه كده شوية. ما هو انت اما تعمليه سيبيه شوية، وانت هتتلاقيه بقى مسكر وجميل. ف وبعد كده خلصته وسبته، وهنبدأ بقى نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا النهاردة انا هعمل الاكلة لابو مكة المفضلة. يعني بصوا ما اقولكوش، يعني هو ممكن تقولوله اللحمة ولا الفراخ او الاكلة دي، هيقولكوا الاكلة دي بجد بيعشقها بطريقة غريبة. مش عارفة في ناس زيه كده ولا لا بصراحة. لو في حد زيه اكتبوله في الكومنتات، في ناس بتعشق الاكلة دي ولا لا؟ فقولوله في الكومنتات انتوا كده ولا لا. هنا طبعا جهزت الصينية والكوبايات بتاعتنا، وكنت انا عاملة عصير. كنت عاملة فراولة بلبن، بمعلقة كريم شانتيه كده، زبدوه يعني. فالاولاد مش بيحبوا الفراولة لما بعملها في الخلاط كده بالسكر، بس مش بيحبوها، مفيش حد برضه يشربها. فانا قلت ايه، انا هعمل معاها لبن ومعلقة كريم شانتيه وشوية سكر صغيرين، وايه اللي عايز كده يشرب واللي عايز كده يشرب. ابو مكة والله شرب منه وقال لي جميل. هنا جبت العدس طبعا والبطاطس والبيض، وهقول لكم احنا هنعمل ايه. هنا طبعا غسلت العدس والرز مع بعض، وهنا كنت انا قطعت البطاطس طرنشات، وبقوم جايبه فصين توم كده دقهم على ايدي، وبقوم حطاهم. التوم يا جماعه مع البطاطس المسلوقه بيخليها رهيبه، بتحب ان انت تاكلها حاف كده من غير اي حاجه. جربيها ومش هتندموا. وبتحطي شويه ملح وشويه بهارات كده ايه، يدولها طعم حلو. بجد يا جماعه والله العظيم بتبقى في منتهى الروعه. جربوها. على فكرة في ناس بتسلقها بمية بس، مش بتحط لها اي حاجة.
لا، احنا لما كبرت وتربيت واتعودت عليها ماما كانت بتعملها كده. هنا طبعا كنت خلاص خلصت لان محبتش اطول الفيديو عليكم. طبعا انتوا عارفين بقى رمضان بيبقى الفيديو طويل. هنا البطاطس خلصت والرز، وعملت سلطة وسلقت بيض، وكان عندي طبق سمك بيض في التلاجة سخنته، وكان عندي زيتون والعصير، وبألف هنا وشفا على اللي كل. والاكل لقمة كانت في منتهى الروعة. ايه رأيكم بقى في الاكلة القمر بتاعتنا دي؟ اللي لسه لحد هنا وبيحب الاكلة دي ما ينساش يقولي في الكومنتات. وتصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم أمين يا رب العالمين. ايه رأيكم بقى في الأكلة القمر دي؟ أنا قلت أسخن السمك، اللي عايز سمك مع الكشري ياكل، واللي عايز بطاطس ياكل، يعني جبت لهم ده وده. أنا قلت خسارة عشان السمك ما يترماش بصراحة يا جماعة. وهنا طبعا كنا خلصنا الفطار، وهنا كنت انا بوريكم انا غاسله مواعين قد ايه. بجد انا بغسل كميه مواعين انا مش عارفه ايه ده، بجد والله مش عارفه ايه ده بجد. الحمد لله على كل حال. واكيد اي ست زيي مصرية عارفة ان رمضان يعني مواعين. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في المواعين والمصالح والطبيخ. الواحدة بتخش المطبخ ما بتبقاش عارفة تطلع منه الصراحة تتقال. وهنا كنت انا عملت البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، وهنا كنت خلصته. وهنا بقى ايه، بعد فطرنا بقى قلت يلا يا امنية اتحمسي ونضفي الشقة وابخرها كده وايه. ومطبخ كان مقلوب، والصالة والدنيا، الاولاد كانوا مبهدلين الدنيا الصراحة، وما بيسيبوش حاجة مكانها، اكبرنا بيقعدوا يلعبوا. بصراحة يا جماعة البيت لما بيكون فيه اولاد ربنا يدومهم علينا نعمة برضه، ويحفظهم من كل سوء وشر. البيت بيبقى متبهدل، فلازم ايدك تكون في البيت 24 ساعة. تعرفوا ان انا بتحرج قوي لو حد دخل عليا والشقة مش نظيفة، بتحرج موت. يعني مش عارفه في ناس زي كده ولا لا، انا بتحرج قوي. يعني ممكن اكون منضفه الشقه والاولاد يقوموا جايين قلبينها وحد يقوم داخل عليا، بتحرج قوي 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 لدرجه ما تتخيلوهاش. الواحده برضو ممكن يقوم داخلها حد فجأة كده، فبيبقى موقف يعني ايه. لو شقتك نظيفة عادي، انما لو كده بتتحرجي بقى، بيبقى في احراج. هنا قمت رصة بقى المخدات الصغيرة في جنب كده، قلت اعملهم جنب بعض كده. وقمت ماسكه بقى ايه الصاله، نضفتها والله العظيم يا جماعه خليتها زي الفل. نضفت الركنه كده كده، اساسا انا هغسل الركنه باذن الله معاكم. هغسل الركنه وهوريكم احنا هنعمل ايه في فيديو تاني باذن الله. وهنشيل الفرشه بتاعتها وهنصبنها. يعني هاجي اعمل معاكم فيديو طبعا تنظيفات العيد باذن الله. طبعا ما عادش حاجة على العيد ده. احنا النهاردة كام؟ احنا النهاردة 27 ولا 26؟ 27. هنا طبعا جبت المكنسة وقلت اما اكنس بقى. انا كنت شايلة الفرشة دي امبارح وكنسة والله العظيم وفرشاهم. فانا المكنسة قلت اكنس بيها واشوف اللي ورايا والمطبخ بقى طبعا مش بالمكنسة. المطبخ طبعا انا دخلت المطبخ، بس طبعا ما جاش في الفيديو. مسكت المطبخ قلبته وظبطته، مواعين وبوتاجاز والارضية، وكنت صبنت كمان. يعني عملت شغل كتير. الشغل ده كله ما جاش في الفيديو ده. انا عشان اعمل الفيديو ده يبقى ساعة على الاقل ساعة يعني. وانا مش حابه اطول عليكم الفيديو الصراحه. يعني بحب يكون الفيديو خفيف خفيف كده عشان يكون خفيف على قلوبكم يا حبايب قلبي. وربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمه في حياتي طول العمر يا رب. هنا هنا طمطم اقصد جدو اللي كان جايب للاولاد طمطم. وهنا طبعا دي الاوضه اللي هي اللي كانت اوضه الركنه في الاساس، بس انا خليت الركنه في الصاله. بس هي الشقه كده اصلا بقت مظبوطه وحلوه. ان شاء الله بعد ما انضفها كده تنظيفه العيد واظبطها هبقى اعمل لكم جوله فيها واقول لكم انا عملت في الشقه عملت فيها تغييرات كتير، بس التغييرات دي طلعت احسن من الاول بكتير وكانت لطيفه وحلوه. هنا طبعا بقى بنفرد الستاير كده وبنظبط. كنت انا روقت برضو الاوضه الكبيره والاوضه الصغيره، ما خليتش اي حاجه الصراحه. وهنا بقى كنت بوريكم اذكار الصباح ورمضان كريم الله اكرم وهنا بقى ما عادش حاجه في الشقه خالص كده، تمام قوي. وكنست الصاله وكل حاجه تمام، ما عادش اي حاجه. وطفيت النور وشغلت زينه رمضان.
والله لسه بدري والله يا شهر الصيام بجد. والله انا زعلانه قوي ان رمضان بيودعنا بجد. ايامه بتبقى جميله بجد والله يا جماعه. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك زي ما انا بقول لكم كده في الفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، واهم حاجه تتفرجوا على الفيديو للاخر. هنا مكه بقى الشطوره ربنا يحماها ويحرسها من العين يا رب. لقيتها بقى شايفاني ملبوخه في المطبخ بقى والدنيا كانت مقلوبه، لقيتها قالت لي انا هخش انا يا ماما ايه ارتب الاوضه. هي الاوضه كانت نظيفه بس هما بقى عشان بيرموا فيها حاجات وكده، كل اللي في ايده حاجه يقعد يرميها في اي حته. فهي قعدت تظبط بقى في الاوضه، قلت لها خلاص ماشي اعمليها يا كوكو. والسرير كان مفروش كان نظيف ما كانش فيه اي حاجه، شالت بس الكراكيب والحاجه اللي هم كانوا رامينها على السرير وعلى الارض وما فيش اي حاجه. هنا كانت شايله الصوره بتاعت انا وباباها. وهنا كنت انا خدت الدفات دي رحت عندها في الدولاب الكبير. انا بدلت الليد بقى اصلا، يعني انا كانت الاوضه دي كانت الاوضه الصغيره، فانا بدلت السراير وخلت الليد زي ما هي. الدولاب الكبير حطيت فيه المفروشات والدفايات والملايات زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الدولاب بقى شكله حكايه الصراحه تتقال. وهنا طبعا دي الاوضه الصغيره. انا كنت منضفه السراير برضو ما جاتش في التصوير، قمت انا فرده بقى ايه الحفه كده علشان طبعا بطبقهم. ابو مكة بيجي بيخش الاولاد بتنام بيقوموا فردينها، يعني ما بيلحقوش ان هم يفضلوا متطبقين الصراحه. ودي كانت الاوضه هنا خلصت. وهنا كنت انا قلت ايه روحي ولعي فحمايه كده يا امنيه وبخري. انا ببخر الشقه على طول يا جماعه. بصراحه البخور ما ينفعش ان انت تقطعيه من البيت. بجد انا لما بقطع البخور من البيت ما بيبقاش حلو خالص. البخور بيبقى جميل في البيت وانا بحبه في البيت. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب يكون الفيديو فيه طاقة ايجابية وتقومي تشوفي اللي وراكي يا حبيبة قلبي انت وهي. وده كان يومي روتيني الرمضاني في يومي، يعني ده اللي انا بعمله في يومي ويمكن اكتر بكتير، بس انا ما صورتش كله الصراحة. حبيت الفيديو يكون خفيف عليكم. ما تنسوش تحطوا اللايك. باي.